بما ان الجو برد جدا والدنيا مش مبطلة شتا، فاحنا عايزين دلوقتي غدا يدفينا ويبقى حلو في الشتا دوت. جبت الفراخ اللي كانت موجودة عندي، غسلتها كويس وقطعتها، ومعايا كمان بصلاية صغيرة كده حلوة بشرتها، وطماطماية كده برضو بشرتها، وهقلبهم مع بعض، وهحط عليهم ملح وفلفل اسمر، وكمان شوية من السبع بهارات، وهقلبهم كويس جدا مع بعض علشان اتبل الفراخ. عقبال ما اجهز بقية الغدا تكون الفراخ جاهزة معايا بالتتبيلة الحلوة دي. هتبلها كويس جدا واحط تحت الجلد واحط فيها كده كويس، هقلبها كويس في التتبيلة، وكمان علشان خاطر ازود كده طعمها والتتبيلة تخش فيها، علشان انا مش هقعدها فترة كتير في التتبيلة، فهشرحها كده تشريحات صغيرة علشان التتبيلة تدخل فيها وتديني طعم حلو. لو انتي فاضية بقى اعمليها من قبلها بيوم تتبل معاكي تبقى جميلة. على بال بقى ما تجهز معايا كده التتبيلة دي تاخد وضعها وتتشربها كده وتبقى حلوة، هجهز بقى الخطوة التانية والأهم. هجيب هنا معايا شوية كده من الزيت، ومعايا معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي تديها طعم حلو، والبصل معايا هشوحه كده شوية لغاية لما ياخد اللون الذهبي الجميل ده، ومعايا معلقة من معجون الطماطم هقلبهم كويس كده، واضيع منهم اي مواد حافظة عشان تديني طعم حلو ونتيجة حلوة. وانا كنت محضرة عصير طماطم، انا بسلق الطماطم الاول صحيحة وبعد كده بعصرها، بتبقى معايا قوامها تقيل وبتبقى متسبكة وبتديني طعم حلو قوي وقوام جميل. نزلت بالطماطم بقى على التغذية الحلوة بتاعتنا دي وقلبتها، وجبت بهاراتي ملح وفلفل وشطة، وكمان معايا بهارات المحشي. طبعا انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. معايا بقى الرز عليه شبت وبقدونس وكزبرة، قلب قلب كده، ورحت جايبة عليهم شوية كمان من الزيت عشان الرز يبقى مفلفل وجميل، وقلبتهم مع بعض، وجبت التغذية الحلوة اللي احنا لسه عاملينها وقلبتها كده، بقى معانا اجمل خلطة محشي تحفة. معايا بقى شوية من الفلفل كده هحشيهم، على شوية كده من الكوسة الحلوة الجميلة دي وهحشيها برضو. وطبعا اهم حاجة ما تكبسيش الرز جامد كده علشان ما يبقاش مكتوم، ويبقى معاكي مفلفل كده وحلو ويستوي براحته. وطبعا معانا الراعي الرسمي في المحاشي في الشتاء هو الكرنب، ده اهم حاجة في محاشي الشتاء، الكرنب دوت ما اقولكوش ده العشق بقى. بنكون مجهزين الكرنبايه الحلوة الشتوي الجميلة دي، اللي الكرنب الشتاء على فكرة بيبقى مسكر كده وجميل وطعمه حلو، فانتي جيبي في الشتاء واسلقيه وخزنيه عشان خاطر في اي وقت تطلعي منه يبقى جاهز معاكي، يبقى حلو قوي قوي. انا بحب كده لما اجي احشيه اعمل كذا ورقة مع بعض والفهم، بينجزوا معايا الوقت وبيبقوا حلوين. هجهز كده بقى كل الحشوات عندي زي الفل تمام قوي. هاجي بقى للخطوة اللي بعدها، بعد ما خلصت الحشو اهو، هجيب بقى طاسة سخنة كده على النار واحط فيها زيت، وهنزل بقى بالفراخ. ايا كانت، انا كان عندي وراك عملتها، انت عندك وراك فرخة كاملة صدور اي حاجة تقدري تعمليها، إيه، ولو عندك برضو لحمة تقدري تعمليها بالطريقة دي. هحطهم كده يتشوحوا وياخدوا لون معايا، لون كويس كده هوت، علشان يدوني طعم برضو اللدعات اللي بتبقى فيها كده لما بتتحمر وتبقى لونها غامق شوية، بتديكي طعم كأنها مشوية. بتفرق كتير على فكرة الطريقة دي مع تسوية المحشي عن لما بتسلقي الفراخ، وممكن تاخدي المرقة بتاعتها وتروحي حطها على النار. الطريقة دي بجد هتختلف معاكي جامد اوي، تديكي طعم جميل. بعد ما اتحمروا وشلتهم، جبت بقية التتبيلة بتاعة الفراخ وحطيتها عليها، وجبت كمان مقدار المية اللي انا هسقي بيه المحشي وحطيته عليها، وظبطت الملح مع معلقة كده من معجون الطماطم، وهقلبهم كويس. اول ما هيغلوا بقى هبتدي ان انا اسقي المحشي اللي انا عاملاه بالشوربة دي. انا هنا حطيت بقى الفراخ على الوش، الفراخ هتستوي مع المحشي، هتديني طعم حلو، هتنز عليه، وكمان التحميرة اللي خدتها الاول دي بتفرق جدا جدا في طعمها، بتبقى حلوة. انا بقى اجيب الصفاية كده وهصفي المية عشان مكان البصل وبقية الجلد اللي لزق وكده انا مش محتاجة، انا عايزة بس الشوربة كده بتاعتها المرقة دي. هسيبها بقى تستوي كويس كده، وبعد ما استوت معايا قعدت ساعة ونص على نار هادية كده، طلعت معايا الفراخ لونها تحفة وريحتها ما اقولكوش ولا طعمها، رائع رائع رائع. والمحشي بقى طلع طعمه خطير، مستوي حلوة جدا، وكمان شارب من طعم الفراخ وهي نازلة عليه بعد ما كملت التسوية،
تحفة. واخدت برضو من المية بتاعتها دي ورحت حاطة على الفلفل وعلى الكوسة شوية محشي تحفة، يستاهلوا بقكم. يلا بقى قومي اعمليه بالطريقة دي ودفي بيتك ودفي ولادك. اشوفكم بخير، سلام.